السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم العيش البلدي. هعمله بخطوات سهلة وبسيطة للمبتدئين. اللهم بارك، العيش كله ارتفع من اول رغيف لحد اخر رغيف. انا عايزاكي بقى تتابعيني حتى لو اول مرة تخبزي هيطلع معاكي مظبوط 100%، علشان هقولك على العجينة المظبوطة وكمان السوى المظبوط اللي يخلي معاكي العيش يرتفع ويبقى طري بعد السوى. يا ريت بقى لو اول مرة تشرفيني، يا ريت تدعميني باللايك واشتراك للقناة علشان يوصلك مني كل جديد. اللهم بارك، العيش البلدي بيتكلم عن نفسه، طري وتسويته كمان من فوق ومن تحت حاجة كده تحفة. يلا بقى نشوف الطريقة المظبوطة، بس في الأول بنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هنبدأ بيها إن احنا ننخل الدقيق ونطلع منه النخالة. أنا الدقيق اللي أنا هعمله معاكم النهاردة دقيق أسمر، يعني دقيق مدعم، باخده وبخبزه في البيت بدل العيش. لو حابة بقى تخلطي مع الدقيق الأسمر دقيق زيرو أو دقيق قمح، العيش البلدي هيطلع معاكي تحفة. ولو هتخبزي الدقيق الاسمر وحدي يبقى خلي بالك بقى من خطوات العجين. انا مرضتش النهارده اعجن في العجين وقلت هعجن بايديا علشان الناس المبتدئه. بعد ما نخلنا الدقيق هنضيف الملح، وفايده الملح ان بيخلي العيش مش بينفض، يعني لازم تضيفي في اي معجنات ملح. ضفت بقى معلقتين كبار ملح ومعلقتين كبار خميره فوريه بس مش مليانين قوي. كل بقى ما الصيف هيهل علينا والجو هيبقى حر قوي، كل ما هنقلل في الخميره علشان ريحه العيش ما يبقاش فيه خميره. قلبت بقى الخميرة والملح، وبعد كده هجيب المية اللي انا عجنت بيها النهاردة مية دافية، بس بعد كده هنعجن بمية عادية خالص من الحنفية كل ما الجو هيبقى حر. بس لغاية كده انا بصحى بدري فالجو بيبقى برد، فانا دفيت المية. عجنت بقى العجينة على اليابس في الاول، وكل ما احتاجت معايا مية انا بطريها واحدة واحدة. يعني بقى ما تطريش العجينة مرة واحدة علشان ما تتقطعش وتغلبك. يعني انا في اول العجينة عجنتها عجينة يابسة جامد ولتتها على الناشف، وبعد كده طريتها واحدة واحدة. يعني كل ما تحتاج معايا مية بنزل بربع الكوباية وبلت العجينة. واول ما بنبدأ نطر في العجينة بنلاقي العجينة كده خشنة وكمان فيها تقطيع، بس عادي خالص. كل ما هنعجن فيها اكتر كل ما العجينة هتنعم، وهتشوفوها معايا في نهاية العجين بقى شكلها اللهم بارك زي ما انتوا شايفينها كده. عجينة ناعمة مخدومة ما فيهاش اي تلزيق، وكمان ليها عرق. العجينة كده مظبوطة. وكمان علشان نعرفها اكتر بنقطع بقى الرغيف وبنحط على وش العجينة. لازم بقى تعملي الاختبار ده وتختبري العجينة وتشوفيها مظبوطة ولا لا قبل ما تغطيها. بتقطعي رغيف وبتحطيه على العجين من فوق، لو سرح معاكي على بسيط يبقى كده العجينة في الوسط، واحنا عايزين عجينة في الوسط. لو سرح جامد كده وفرش على العجين ومش باين يبقى كده العجينة طرية قوي، ولو ما سرحش خالص تبقى كده العجينة يابسة. يعني واحنا لسه بنعجن لازم بقى نظبط العجينة ونعمل الاختبار. الاختبار هيخليكي تعرفي عجينتك مظبوطة ولا لا، علشان ساعة ما تيجي ترمي اول رغيف تلاقي بقى اول رغيف طالع معاكي زي الفل. انا العجينة هنا ما شاء الله مظبوطة مخدومة، وكمان نعمت وكمان ليها عرق. لميت العجينة وهعلم الطشت اللي انا عجنت فيه. يعني لازم تعلمي الحلة او الطشت اللي بتعجني فيه علشان تشوفيه طلع معاكي ولا لا. بعد كده هغطيه بقى بالصينية، مش هحط عليه اللحاف. اللحاف كنا بنغطي في الشتاء، بكفي بس عليه صينية واغطيه. اهم حاجة بقى وقت الخمر، يعني مش عايزاكي تستعجلي الا لما تلاقيه ملا معاكي الطشت او الحلة زي ما انتي شايفاه كده اللهم بارك. ملا معايا الطشت، يعني كنت بقضي مصلحة تانية وبصيت عليه لقيته ملا الطشت، قمت بقى على طول رشيت النخالة جنب الفرن، يعني فرشت ملاية. بس لو انتي هتقطعي في صواني رشي النخالة وتقليها شوية علشان تعرفي تلقطي الرغيف. ووسعي كمان بعيد عن بعضه علشان لما بيخمر بيروح لبعضيه، علشان لما تلقطي الرغيف ما تلخبطش معاكي وما تكتريش تقطيع. يعني لو لسه مبتدئة في الصيف تعملي صينية او اتنين، هتخبزيهم وهتقومي بقى تقطعي تاني، بتطفي الفرن وترجعي تقطعي تاني. ولو قطعتي بالدقيق غطي علشان ما يعملش معاكي طبقة ناشفة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. يا ريت لو لسه بتشوفيني يا ريت تدعميني بلايك جميل منك. يلا بقى حط اللايك وتعالوا نكمل مع بعض بقية الخطوات. هنجرب اول رغيف ولو لقيناه طالع مظبوط هنكمل بقية السوا. بتسيبيه يخمر على النخالة، ما تستعجليش عليه وتخبزي علشان ما يبقاش منفض. النفطة بتخلي سمك الرغيف من تحت تخين ومن فوق بيكون رقيق، كده بيكون منفض. لو عمل معاكي كده تصبري بقى عليه شوية وترجعي تخبزي، وبتشغلي الفرن قبليها ب10 دقايق يسخن. اول ما بيسخن بنوطي البلاطة وبنخلي الجنوب وسط. اللهم بارك، من اول رغيف لقيته ارتفع، يبقى كده انا هكمل بقية الخبيز. وكمان سمكه من فوق قد من تحت، يعني مش رقيق من فوق ومن تحت تخين. والعيش كمان ارتفع،
يبقى كده التسوية مظبوطة معايا والعجينة طالعة مظبوطة، اللهم بارك. علشان كده بقولك تابعيني للآخر علشان من أول رغيف هتعرفي العجينة مظبوطة ولا لأ. ولو طالع معاكي ناشف ومجلد يبقى كده العجينة كانت ناقصة لسه مية، عجينة يابسة. ياريت بقى تقومي تلميها كلها من على النخالة وتطريها شوية وتغطيها نص ساعة بالظبط وتخبزي، ان شاء الله هتظبط معاكي بقى بقية الكمية. اما لو العجينة مظبوطة مش محتاجة خالص ان انت تقومي تلميها ولا تعملي اي حاجة. اللهم بارك. وانا قاعدة بسوي العيش البلدي فتح نفسي علشان لقيته بيرتفع كله. الحاجة بقى لما تكون مظبوطة ما بتاخدش وقت خالص، بجد بجد العيش البلدي سهل وما فيهوش حاجة صعبة. لو مشيتي على نفس الخطوات اللي انا قلتلك عليها هتخبزي العيش البلدي حتى لو اول مرة تعمليه وهيطلع معاكي مظبوط. قومي بقى جربي، حتى لو هتعملي 2 كيلو ظبطي العجينة وظبطي الخميرة. والكمية الكبيرة بتاخد معانا قد الكمية القليلة في الخميرة، علشان بس ما تبوظيش ال2 كيلو. يعني ظبطي كده الخميرة، ضيفيلهم بقى معلقة ونص او معلقتين علشان يطلعوا معاكي على طول. الكمية القليلة بتاخد وقت على ما بنخلصها فبتخمر كده براحتها. اما الكمية القليلة هتعمليها هتقطعيها كلها مرة واحدة، هتخبزيها على طول هتخلص معاكي على طول، يعني مش هتلحق ان هي تخمر قوي وتبقى ريحتها خميرة. خلي بالك بقى من خطوة زي كده. تظبطي بقى العجينة وتفرشي النخالة وتسيبيه برضو يخمر على النخالة. واهم حاجة الخمر ان هو يخمر معاكي مرتين، مرة في الحلة اللي انت عاجنة فيها او الطشت، والمرة التانية على النخالة. وقبليها بتشغلي الفرن يسخن. بتوطي بقى الجنوب لو انت لسه مبتدئة علشان ساعة ما ترمي ما النار ما تلخبطش معاكي الرغيف. وكمان بتوطي البلاطة خالص وتقعدي بقى على حاجة عالية لو عايزة ترمي وما يتلخبطش معاكي. خليكي عالية عن الفرن. كل الخطوات دي للناس المبتدئة علشان ما يتلخبطش معاهم ويطلع معاهم مظبوط من اول مرة. ان شاء الله هتعمليه وهيطلع معاكي تحفة. وما تقلقيش خالص، العيش البلدي ما فيهوش حاجة صعبة خالص. وكمان لو عايزة ترحي ياريت بقى تمسكي من مطرحة كده من تحت اليد، يعني ما تمسكيهاش من اليد من ورا. الخطوة دي هتخليكي تعرفي تنطري الرغيف من على المطرحة ويوسعي معاكي. انا عايزاكي بقى تجربيها. اللهم بارك. انا قربتلك التصوير كذا مرة علشان بس تشوفي العيش البلدي وهو بيستوي، بجد تسويته تحفة. الرغيف بقى اللي بيرتفع بنديره بالراحة خالص علشان ما يتهريش من تحت ويفش. وكمان علشان بقى يستوي حلو بنجيب بقى اللي استوى بره والجنب اللي ما استواش بنخليه يستوي. ادي كل الخطوات يا جماعة سهلة جدا وما فيهاش حاجة صعبة خالص. انا كده خلصت التسوية. العيش اللهم بارك تحفة، يعني سمكه مش تخين قوي ولا تقيل، وكمان ارتفع وتسويته من فوق ومن تحت حاجة كده تحفة. هقطع بقى كل الكمية وافرزها. بتمنى بقى ان يكون شرحي بسيط، واتمنى ان انت تعملي بلايك واشتراك للقناة، واستنيني في